الامر هنا بقى دخل في منطقة اخرى غير منطقة التسامح وان الرجل العام معرض لهذا. كل الكلام ده كنت استوعبه وافهمه واعلمه. ده انا ما اشتكيتش الاخوان، يعني انا ما عملتش كده مع الاخوان اللي كانوا مسلطين الشعب والمصريون والمصريين وداعش وما اعرفش الحريه والهبابه اللي كانوا بيقولوا عليها دي. قلت ساحرمهم من ان ينالوا شرف خصومتي، بس الحقيقه ما كانوش بيجيبوا سيره الكلام ده. يعني كانوا يجيبوا سيره الارض واتباعت وخسرت النادي كذا دون ان يتعدوا هذا الحد الفاصل. فلما حدث هذا كنت بين خيارين احلاهما مر. يا اما اني قادر على ان احمي سمعتي وسمعة بيتي، يا اما اني مش قادر، وانا بحول الله وقوته قادر. في ناس اتخذوا في الرجلين ظلم، لكن هكذا تقضي التشريعات. يعني انت مثلا رئيس المحطة او رئيس التحرير، انا بعدك ووعدتهم مع اصدقاء ووعدتهم شخصيا بانه عقب صدور الحكم سيتم التنازل عن الحكم. اما الباقون فلا والف لا. اذا لم يكن هؤلاء قد خلق السجن من اجلهم، امال السجون اتعملت عشان مين؟ تسجن صحفيين؟ ان شاء الله يكون نبي عليه الصلاه والسلام، استغفر الله العظيم يا رب. المخطئ ايا كانت صفته. طب ما القضاه بيتحبسوا. انا لا ادخل هذه المنطقه واقول سجن صحفي ولا سجن مدرس، انا اقول سجن متهم. ما توصفوش.